مع كل طلعة شمس في صبح بيتنفس، ونهار بتجري الأحلام على أرضه فتخضر. والحلم بدايته كانت في الصعيد، من عزبة ضفلة بمركز العدوى محافظة المنيا. من هنا بدأ مشوار النور. بعد أنا طبعا ما أحلت إلى المعاش بدأت أفكر في إني أدعو إن ربنا يهديني العمل يدخل معايا القبر، زي الصلاة وزي الصوم وزي الزكاة. وكانت أحلى حاجة إن أنا أسعى في تحفيظ القرآن بالنسبة لأبناء قرية. وفعلا الحمد لله بدأت ب10 أفراد في فبراير 2024، واستعنت طبعا بأحد المشايخ لتحفيظهم، وبدأ العدد يتزايد. وفعلا على شهر 6 كنا وصلنا إلى أكثر من 100 حافظ للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. أنا عايز البنات بس. والتين والزيتون. والتين والزيتون. الولاد بدأوا يحفظوا قرآن ويحافظوا على الصلاة. بدأنا لما وجدنا إن الأولاد ده بيصعب عليهم الحفظ، فبدأنا نسعى في إزالة محو الأمية بالنسبة للأولاد. وجدنا إن الستات الكبيرة برضو وصلت بتحفظ القرآن معانا وعندهم محو أمية، فبدأنا نسعى إلى إن إحنا نعمل لهم محو أمية، ولكن مراعاة لسنهم ولوضعهم. إحنا خليناهم بيبقى بعد صلاة العشاء، لأن هم ستات كبار في السن، وبعد صلاة العشاء في غرفتين موجودين أصلا دول معمولين لهذا العمل، ولكن دول غير صالحين إطلاقا. ولأن التحدي كبير بين رغبة الستات والأولاد في التعليم وإمكانيات المكان المعدومة وافتقاره لكل سبل الراحة أو الأمان أو حتى نظافة المكان، فكانت المهمة أصعب، وحصاد الحلم شاف مشقة كبيرة. ولكن حباً في الله والأهل صمم الحاج محمد إنه يكمل حتى لو من بيته، لكن مش هيسيب شعاع النور اللي دخل لكل بيت من قريته إنه ينطفيه. عازم النية هيكمل اللي بدأه رغم صعوبات كتير، لكن ثقته كبيرة إنه هيقدر بمساعدة أهله وأحبابه إنه يؤسس المكان اللي يليق بيهم وبولادهم وبمستقبلهم، عشان هي دي بداية بكرة الحقيقية ليهم. لما العدد تزايد الحمد لله وأصبح المكان مكتظ لا يصلح لهذا العدد، بدأت أفتح البيت عندي لهذا العمل، وبدأت أحفظ من داخل منزلي. والحمد لله وصل العدد في شهر ديسمبر 2024 إلى أكثر من 200 حافظ وحافظة لكتاب الله. وطبعا تشجيعا للولاد وتحفيزا ليهم أنا بدأت أعمل لهم رحلات، منها تكون رحلات ترفيهية تشجيعا لهم، وفي نفس الوقت بتديهم رحلات دينية، رحلات عن الآثار. وعملت لهم أنا حقيقة 3 رحلات، يعني رحلة القاهرة كانت في بالنسبة للأهرامات والجلعة، وبعدين عملت لهم رحلة للفيوم، ورحلة الأخيرة كانت للبهنسة، رحلة دينية شافوا المزارات هناك السياحية والأثرية. ويعني العمل نجح بطريقة، ولكن ربنا يوفقنا فيه إن إحنا نعيد بناء هذا المكان اللي يصلح علشان يقدر يلم كل العدد دوت، وفي نفس الوقت ما يبقاش، لان بيبقى فيه حرج من الستات الكبيره انها تيجي عند البيت وتحفظ. فانا يعني بسعى الى ان انا المكان دوت يزال ويبتدي يتبني بطريقه اللي هي تسع لهذا العدد اللي موجود كحفظه وكمحور. النبي غالي
الله